السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة لينا على القناة. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن سماعة، والسماعات من الاكسسوارات اللي انتوا عارفين بيبقى فيها فرايتي كتيرة جدا، وبتقدر تتحصل بأي مبلغ معاك على سماعة تلبي احتياجاتك. ولو انت متابعنا من بداية عمل القناة هتلاقينا عملنا ريفيو على أكتر من سماعة، غطينا الفئات المختلفة سواء كانت فئات عليا أو فئات اقتصادية، سواء كانت سماعات بلوتوث أو سماعات سلكية، سماعات مخصصة للفون أو حتى سماعات 7.1 بتشتغل عن طريق اليو اس بي وبتشتغل على البي سي فقط. وتقدر طبعا ترجع تتفرج على الحلقات ديت من البلاي ليست اللي هتلاقيني سايبها لك في علامة الاي اللي بتظهر، او حتى هتلاقيني سايبها لك في الوصف بتاع الفيديو. ومن غير ما اطول عليكم، سماعتنا النهارده سماعه من السماعات اللي بتشتغل على البي سي او بتشتغل على البلاي ستيشن 4، بتشتغل عن طريق كابل اليو اس بي علشان تديك تجربه اقرب لسماعات ال 7.1، لكن طبعا مش بنفس القوه بتاعت السماعات اللي بتيجي من الفئات العليا. وسماعتنا النهارده من براند مشهور اشتهر في الفتره الاخيره وهو ترون سمارت، وبالتحديد الموديل اللي هيكون معانا النهارده هو الجلاري من ترون سمارت. بوكس كرتون تقليدي عليه طبعا المواصفات بتاعت السماعه كلها من الظهر، هتلاقيه مقفول باتنين ستيكر من اليمين ومن الشمال، هتلاقي طبعا الكتالوج والكارت بتاع الضمان. ولو جينا نتكلم عن شكل وخامات السماعه اللي موجوده معانا النهارده، هتلاقي السماعه بتيجي بدعامات معدنيه من الاعلى، والجزء اللي هو بيجي على الراس عباره عن داير من الجلد وجواه فوم بس درجه رقيقه جدا، وفي طبعا من الاول زي استك او حاجه هو اللي بيخلي السماعه تتظبط على الدماغ من الجزء العلوي دوت، بحيث لو انت سحبتها كده معاك او رفعتها فوق هتبقى مظبوطه على شكل دماغك ومش هتضايقك في الجزئيه ديت. والجزء المعدني طبعا اللي بيجي من فوق دوت بيديها متانه جامده جدا، بحيث انك انت تبقى عارف ان صعب جدا ان سماعه زي ديت هتنكسر لو انت فتحتها بدرجه كبيره مثلا او اتخبطت منك او اي حاجه شبه كده. السماعه من الخارج بتيجي بجزء بلاستيكي كده اشبه ما يكون ان هو معدني، ولكن انا اعتقد ان هو بلاستيكي. الاير كابس بتاعت السماعه من الفوم وهي واخده الشكل الدائري مش البيضاوي، ودي للامانه بالنسبه للسماعات اللي انا جربتها اكبر اير كابس انا جربتها لحد دلوقتي، وده يمكن واضح في شكلها على وداني. السماعه كبيره جدا وبتاخد ودنك كلها، مهما كان حجم ودنك دوت هتبقى في داخلها بحيث تعزلك عن الاصوات الخارجيه بدرجه كبيره، ومغطى بالجلد من الخارج. ودي طبعا بقى يعني بتبقى اغلب السماعات الاقتصاديه بتبقى بنفس الشكل كده. متوقع طبعا انها في الاجواء بقى الصيف والحر الشديد هتحرك طبعا مع الاستخدامات المطوله، ولكن في الشتاء مش هتواجه اي مشكله معاه. المايك بتاعها بتقدر تحركه بكل سهوله للاعلى وللاسفل او للداخل او للخارج، لكن هو مش بيتفك طبعا، هو ثابت جوه السماعه. والسماعه بتيجي بسلك طويل جدا حوالي 2 متر مثلا، وفيها طبعا الكنترولر اللي بتقدر تتحكم منه في درجه الصوت انك تعلي او توطي، وفي تشغيل او الغاء المايك. وفي هنا طبعا نور بيظهر على المايك وانت مشغله، ولو قفلت المايك النور اللي هنا بيقفل. وفي ال LED بتاع السماعه بتقدر تطفيه وبتقدر تشغله برده من الكنترولر ده. في المجمل الخامات بتاعت السماعه تعتبر كلها بلاستيكيه، ولكن بلاستيك قوي مش بلاستيك ضعيف. الملمس بتاعه ما تحسش ان هو ملمس رخيص او حاجه للامانه، وده كعاده بقى السماعات اللي هي بتيجي من ترون سمارت، لا بتديك نوعا ما قيمه حلوه مقابل السعر اللي انت بتدفعه في السماعه. بالنسبه للمواصفات التقنيه للسماعه، السماعه عندنا بتيجي بدرايفرات 50 ملم، وده درايفر كبير جدا الصراحه، وده بينعكس على صوت السماعه اللي انت هتلاحظ ان هو صوت عالي مش صوت واطي نهائيا. وده يرجع برضو لان كارت الصوت المدمج في السماعه هو كارت قوي مش كارت ضعيف، بيقدر فعلا يشغل السماعه وبيقدر يديها الطاقه اللي هي محتاجاها. المايك طبعا اللي في السماعه مايك مدمج غير قابل للخلع والتركيب، وطبعا المنفذ اللي بيشغل السماعه دي هو منفذ اليو اس بي، وبتقدر توصلها بكل سهوله على البي سي او على اللابتوب بتاعك او على البلاي ستيشن زي ما هو مذكور على الموقع الرسمي بتاع الشركه. بالنسبه لتجربتي الصوتيه مع السماعه للامانه ادتني تجربه صوتيه تجربه مبهره بالمقارنه بالسماعه اللي كنا عاملين عليها مراجعه الحلقه اللي فاتت. اي نعم السماعتين مش صوتهم زي بعض، ولكن الجوده بتاعت الصوت هنا جوده جيده جدا، وطبعا الجوده دي مش بتتاثر بفرق البي سي اللي انت هتشتغل عليه، لان السماعه هنا بتعتمد على كارت الصوت المدمج داخل السماعه، ما بتعتمدش على خارج الصوت اللي في البي سي، بحيث في برد هتبقى خارج الصوت بتاعها قوي محترم، وفي برد تانية خارج الصوت بتاعها بيبقى ضعيف مش احسن حاجه. فدي حاجه كويسه لان التجربه اللي انا حصلت عليها هي التجربه اللي انت هتحصل عليها. ولو فرقنا التجربه الصوتيه هنا ما بين الجيمنج وما بين سماع المحتوى وسماع الميوزك حتى على الكمبيوتر، تجربه السماعه في الجيمنج تجربه هايله جدا بالنظر لان السماعه هنا سماعه اقتصاديه، افضل طبعا من سماعات جربناها تانية في الفئه الاقتصاديه ديت زي التكنو زون اللي كنا عملنا عنها حلقه قبل كده، وافضل طبعا بكتير من التجربه
التجربه اللي انت بتاخدها مع سماعه زي السماعه الايوي لو انت وصلتها بكيبل على البي سي، لان السماعه هنا هي اصلا مخصصه للجيمز، هي معموله علشان كده ما بتلاقيش فيها ديلي او حاجه. تجربه ال 7.1 برضو اللي بتاخدها مع السماعه تجربه مقبوله، هي مش الافضل طبعا ولا حاجه، ولكن هي تجربه مقبوله بالنسبه لسعر السماعه. وبالنسبه للميوزك بتاخد برضو تجربه جيده جدا مع الميوزك، مش الافضل. وانت هتلاحظ دايما اللي بقول لك مش الافضل، واقصد هنا انك انت لو جاي من سماعه بريميوم لا لازم هتلاحظ فرق طبعا، ولكن اي سماعه اقتصاديه انت جاي منها لا السماعه هنا تنافسها بقوه جدا وممكن كمان تتفوق عليها. الحاجه الوحيده بس اللي ممكن هنا مثلا تسقط شويه او تديها درجه اقل شويه هو صوت البيز اللي بيبقى في صوت السماعات ال 7.1 مش هو الافضل، وبتلاقيه في سماعات تانية بتبقى موجهه اصلا للميوزك زي السماعه الايوي بتاعت الحلقه اللي فاتت افضل منها طبعا. وبتقدر طبعا تعدل بقى في الاصوات او تشغل خاصيه ال 7.1 او الايكولايزر اللي موجود في البرنامج اللي هو متاح على الموقع الرسمي بتاع الشركه، وابقى اسيب لك برده لينك ليه في التعليقات او في صندوق الوصف. وممكن كمان احط لك البرنامج افضل على قناتنا على التليجرام اللي بننزل عليها العروض وبننزل عليها البرامج الخاصه بالحاجات اللي بنعمل لها ريفيوهات. ولو ان كنت اتمنى الكلايزر يبقى فيه خيارات اكتر من كده او يبقى فيه تحكم اكتر من كده، ولكن هو كام زر بس بتتعامل منهم بتعلي او توطي فيه، بالاضافه انك انت تشغل ال 3 دي وفعلا الصوت بيتحول في ودنك لصوت بقى ثلاثي الابعاد، بتحس ان بقى فيه ضخامه في الصوت وفي صوت بعيد وصوت قريب. ولكن انا بالنسبه لي يعني ما حبيتش ان انا اشغله في كل الحاجات، في بعض الحاجات اللي حبيت ان انا اشغله فيها، ولكن الغالبيه العظمى ما شغلش ال 3 دي. فالبرنامج هو برنامج يعتبر فقير ولكن افضل من انه ما يبقاش ليها برنامج. وبتقدر برضو تتحكم في الجين بتاع المايك، انا مخليه طبعا عالي على الاخر، وبتحكم بعد كده في الجين بالعلو او بالوطو من الويندوز نفسه. ودي تجربه لصوت مايك سماعه الترون سمارت جاليري بدون اي تعديل. دي تجربه لمايك سماعه ترون سمارت جاليري والجين في الويندوز على 100% بدون اي تعديل. زي ما انتم ما سمعتوا صوت المايك هنا عالي، صوت المايك واضح مع شويه هوا. ممكن طبعا لو انت عندك كارت من انفيديا وبتستخدم انفيديا برودكاست ممكن تعزل صوت الهوا، وانا استخدمته في المكالمات اونلاين سواء على الماسنجر او على الزوم، وكان الطرف الثاني سمعني بكل وضوح طبعا ما فيهوش اي مشكله. واستخدمته في الجيمنج، ولكن مش هكذب عليك انا يعني مش بروفيشنال جيمر، لا انا كاجوال جيمر كده بلعب حاجات بسيطه قوي. الصوت برده كان كويس، بيلقط طبعا الاصوات اللي حواليك. لو انت الكيبورد عندك بلو سويتش صوته عالي قوي او مشغل حاجه صوتها عالي قوي جنبك في الاوضه، لا الاصوات دي طبعا هتبقى موجوده معاك. ولكن لو انت بتلعب في جو هادي لا صوت المايك بتاع السماعه دي هيبقى اكتر من كافي لاستخدام الجيمنج. ولكن انك تستخدمه استخدامات احترافيه انك مثلا تسجل بيه فيديوهات في اليوتيوب، يعني هتقدر طبعا تعمل كده وهتسجله، وهتقدر تعزل الضوضاء اللي هي بتبقى موجوده يعني بدرجه ما، ولكن الصوت اللي طالع منها يعني مش هيبقى افضل حاجه الصراحه. وانا بقول لك كده يعني مش تعجيز، ولكن انت عشان تسجل فيديو على اليوتيوب لا انت ممكن ما تغرمش جامد وتستخدم مايك زي اللي انا بستخدمه دوت البويا اللي كنا عملنا عنه برده حلقه، وهو سعره رخيص مش غالي، وبيديك خيارات تعديل على الطبقات الصوتيه بتاعتك بعد كده على برامج زي الاوداسيتي او الادوبي اوديشن، وبتطلع في النهايه بجوده ممتازه جدا تفوق الثمن اللي انت بتدفعه فيه. الخلاصه بقى مع استخدامي للسماعه هنا اقدر ارشحها لك وبقوه جدا. انت بتشتري هنا سماعه من براند معروف، براند ليه اسم في السوق، ليه وكيل محترم، بتتباع على اكتر من موقع وبتتباع على اكتر من منصه، وده الاهم زي امازون وزي جوميا وزي نون. وانتوا عارفين طبعا التعامل مع المنصات دي انا شخصيا شايفه ان هو بيبقى مضمون بنسبه 100%. بتشتري سماعه الكواليتي بتاعتها على الرغم من ان سعرها مش غالي، ولكن بتاخد كواليتي معاها كواليتي ممتاز، بتاخد متانه في السماعه نفسها، بتاخد خامات ما تحسش انها خامات رخيصه، بتاخد شكل جمالي، وفوق كل ده بتاخد تجربه صوتيه سواء لاستخدام الميوزك او استخدامك لو انت هتستخدمها في المكالمات وخلافه او هتستخدمها في الالعاب. بتاخد تجربه الصراحه متوازنه جدا، تاخد تجربه تعدي ال 70% وتفوق شركات تانية بتديك برضو سماعات بنفس السعر دوت، ولكن دايما بيبقى فيها حاجه ناقصه، الخامات مره تبقى مش احسن حاجه، الصوت ما يبقاش افضل حاجه، المايك يبقى ده اضعف من المايك دوت بكتير. فعلشان كده انا برشح لك السماعه دي وبقوه، وخصوصا لو لقيت عليها عرض معين على امازون او حاجه. سعر السماعه في الوقت الحالي ويعني بقى للاسف ممكن لما انت تشوف الفيديو يبقى السعر ده اتغير، بيتراوح ما بين ال 550 وال 700 جنيه، وفعلا رينج السعر ما بين اكتر من محل بيبقى فيه فرق كبير كده زي ما انتم شايفين، ولكن ده على حسب العرض اللي بيبقى معمول او على حسب التاجر اللي انت بتشتريها منه او حتى الموقع اللي انت بتشتري منه. بس كده يا شباب، ودي كانت تجربه سريعه لينا مع السماعه، اتمنى تكونوا استفدتوا والتجربه عجبتكم، واتمنى طبعا انكم تدعموني بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيج والانستجرام بيج، وتشتركوا في قناتنا على التليجرام اللي هسيب لكم طبعا البرنامج الخاص بالسماعه فيها، وهسيب لكم طبعا روابط برضو لشير السماعه دي، روابط موثوقه وبننزل عليها العروض والكوبونات المختلفه اول باول. كان معاكم خالد سامي، اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه لينا ان شاء الله. سلام.